عارف إن في فرق كبير قوي ومرعب بين جملة أنا معايا فلوس وجملة أنا بمتلك الفلوس. الفرق ده ممكن يخليك تخسر شقة عمرك كله في ثانية واحدة وأنت مش دريان، أو يخليك مأمن ومأمن واحد في الدنيا مهما حصل حواليك من أزمات اقتصادية. إيه الفرق ده؟ وإيه علاقة تطبيق النهاردة باللغز ده؟ ده اللي هتعرفه بالتفصيل في آخر الفيديو، فركز معايا كويس جدا. أهلا بيكم. تراست كريبتو بيتكوين وورلت. النهاردة هنتكلم عن ازاي التطبيقات الذكية غيرت حياتنا تماما. احنا عايشين في عصر كل حاجة بقت بلمسة واحدة. جعان بتطلب أكل من أبليكيشن، عايز تروح مشوار بتطلب عربية من أبليكيشن. الأهم من ده كله فلوسك واستثماراتك بقت بتتحرك من موبايلك وانت قاعد مكانك. التطبيقات وفرت علينا وقت ومجهود وفلوس، وفتحت لينا أبواب لعوالم جديدة ما كناش نحلم بيها. وأهم عالم فيهم هو عالم العملات الرقمية، الويب. وعشان كده النهاردة هنتكلم عن واحد من عمالقة التطبيقات في المجال ده، وهو تراست وولت. التطبيق ده مش مجرد محفظة، ده يعتبر البوابة الشاملة لأي حد عايز يدخل عالم الكريبتو صح. تعالوا الأول نفهم يعني ايه تراست وولت وايه وظيفته. تطبيق محفظة إلكترونية لا مركزية. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ يعني تطبيق بيديك انت وانت بس التحكم الكامل في عملاتك الرقمية، سواء كانت بيتكوين، ايثيريوم أو أي عملة تانية. وحتى الرموز الغير قابلة للاستبدال NFTs. التطبيق ده بيشتغل كوسيط بينك وبين شبكة البلوك تشين مباشرة، من غير ما يكون في بنك أو مدير يتحكم في حسابك. طب ازاي تستخدم التطبيق ده صح وبشكل آمن؟ أول ما بتحمل التطبيق من المتجر يسألك عايز تعمل محفظة جديدة ولا عندك واحدة قديمة. لو اخترت جديدة، هنا بتيجي الأخطر وأهم خطوة في حياتك الرقمية. التطبيق هيظهر لك 12 كلمة باللغة الإنجليزية، بيسموها عبارة الاسترداد. الكلمات دي يا جماعة هي فلوسك. لو كتبتها على الموبايل أو أخدتها سكرين شوت وحد اخترق موبايلك، فلوسك راحت. لو ضاعت الورقة اللي كتبتهم فيها وموبايلك باظ، فلوسك برضو راحت، محدش هيعرف يرجعها لك. يبقى الصح ايه؟ تكتب ال12 كلمة دول في ورقة خارجية وتشيلها في مكان آمن جدا ومحدش يشوفها غيرك. بعد ما بتدخل الكلمات وتأكدها، مبروك عليك المحفظة. واجهة التطبيق سهلة جدا. عندك زر سند عشان تبعت فلوس، عندك زر ريسيف عشان تستقبل. وهنا لازم تتأكد انك بتختار الشبكة الصح وانت بتبعت او بتستقبل عشان فلوسك ما تطيرش في الهوا. وفي كمان ميزة سوايب، وهي بتخليك تبدل عملة بعملة تانية جوه التطبيق في ثواني. وميزة ايرن اللي بتخليك تعمل ستيكينج او تجميد لعملتك وتاخد عليها ارباح سنوية كأنك حاطط وديعة في البنك. نيجي بقى للنقطة المهمة، ايه هي رأي الناس في التطبيقات او في التطبيق ده، وايه مميزاته وعيوبه من واقع تجارب حقيقية على المتجر. نبدأ بالمميزات اللي الكل أجمع عليها. أولا، التطبيق بيدعم عدد مهول من العملات. تقريبا أي عملة تخطر على بالك هتلاقيها عليه، لأنه بيدعم شبكات كتيرة جدا زي الإيثيريوم، باينانسز، سمارت تشاين، سولانا وغيرها. التطبيق كمان فيه متصفح داخلي، وده بيخليك تقدر تربط محفظتك بمواقع تانية زي مواقع الألعاب أو منصات التداول اللامركزية بسهولة تامة. تالت حاجة إن التطبيق مفتوح المصدر ومجاني تماما في التحميل والاستخدام، والرسوم اللي بتدفعها للشبكة مش للتطبيق نفسه. لكن مفيش حاجة حلوة بتكمل للآخر، في عيوب وشكاوى متكررة لازم تاخد بالك منها. أول وأكبر شكوى هي الدعم الفني. ناس كتير بتشتكي إن لو حصلت مشكلة تقنية، الدعم رده بطيء جدا أو مش بيرد أصلا. وده طبيعي جدا لأن التطبيق لا مركزي ومفيش موظفين ولا خدمة عملاء زي البنوك، وكمان ما بياخدش منك أي فلوس أو أي كوميشن. العيوب التانية اللي الناس ذكرتها هي إن أحيانا بيحصل تهنيج أو عدم ظهور الرصيد بشكل لحظي، وده بيعمل رعب فظيع للمستخدمين. بس غالبا بمجرد تحديث الصفحة بيروح وبيظهر لك رصيدك تاني. كمان في شكاوى متكررة من المبتدئين بخصوص رسوم التحويل، وخليني أوضح لكم إن دي مش عيب في التطبيق، دي رسوم شبكة البلوك تشين نفسها، زي رسوم الغاز في الإيثيريوم. التطبيق ملوش يد فيها، بس الناس بتلخبط بين الاتنين. لو انت بقى مش مرتاح لتراست وولت، ايه البدايل؟ لو انت بتستخدم الكمبيوتر اكتر، يبقى ميتا ماسك، وهو البديل الاشهر والاقوى خصوصا لشبكة الايثيريوم.
لو عايز محفظة شكلها شيك جدا وبتنفع الموبايل والكمبيوتر مع بعض، يبقى أرشح لك محفظة ايدوكس، واجهتها ممتازة للمبتدئين. نرجع بقى للسؤال الغامض اللي بدأنا بيه: ايه الفرق بين معاك فلوس وبتمتلك الفلوس؟ الإجابة هي المفتاح الخاص بالبرايفت كي. طول ما فلوسك على منصة تداول مركزية أو في بنك فأنت معاك فلوس بس مش بتمتلكها، لأن لو المنصة قفلت أو جمدت حسابك أنت انتهيت. لكن لما تستخدم تطبيق تراست وورلت ومعاك ال12 كلمة فأنت بتمتلك الفلوس، ملكية تامة، محدش في كوكب الأرض يقدر يمنعك تتصرف فيها غير نفسك. دي كل حاجة عن تطبيق تراست وورلد. لو استفدت من الفيديو متنساش اللايك والاشتراك، وشاركنا في التعليقات بتجربتك. سلام.